سهام حسوها غيرت، رجعت له الروح نتاعو كلوب طاهر حداد، ولات فيه روح، تحس روح كي تدخل كلوب طاهر حداد نتاع قبل. توحشنا خرجيت وتوحشنا مهرجانات، وبالخاص كي يبدا مهرجان العود يظهر لي احسن من هكا ما فماش باش واحد يهز روحه ويخرج من داره ويجي يسمع. بديناها بزياد غرسه، اليوم حمدي مخلوف. دونك يظهر لي عندنا ما نسمعوا في مهرجان العود بالنادي الثقافي طاهر الحداد. النادي الثقافي طاهر الحداد غني عن التعريف، والإطار ياسر مزيان ويخليك معناها تدخل في حالة من حالات الوجد مع الآلة اللي تعزف عليها. ومحلاها خارجة، ومحلاها انه واحد يسمع ويستمتع وينظف ودنيه. دورة ياسر حلوة وماذا بينا كانت تكون ديما موجودة، حتى قبل كي كان مهدي المستيري كان يعمل مدينة جاز مهرجان الخرافة زاد فيه يحيي، فما تحس فما ثقافة. حضرت شنو العروض بتاع المهرجان الوطني للعود اللي هو في دورته الأولى فكرة مزيانة في الظروف اللي نعيشوا فيها وتجديد الحياة الثقافية الفنية مع الأجواء اللي نعيشوا فيها بتاع المرض والجائحة. تشرفت برشا بالعزف في المهرجان الوطني لآلة العود بالمدينة. نشكر برشا نادي الثقافي طاهر الحداد على الدعوة هذه. إن شاء الله العرض يكون عجبكم إن شاء الله يا ربي في عروض أخرى ومناسبات أخرى. الدورة هذه كانت متميزة من حيث انتقاء الفنانين، من حيث البرمجة اللي جمعت بين التكوين الندوات مع العروض المسائية. دونك نحيي الحقيقة المشرفين على النادي هذايا، وإن شاء الله بالتميز والإبداع والألق المتواصل.